صباح الخير متتبعات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيان؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم تكونوا بصحه جيده واحسن الاحوال. في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم اليوم، راني صايمه. بغيت نشارك معكم الفطور ديال هذا النهار اللي غادي يكون فطور متواضع. غادي نعجن شويه الخبز. هنايا غادي نبدا باول حاجه. دركا عندنا 10 ديال الصباح، المغرب كيودن عندنا مع 5 قبل 10. عندنا فريمون النهار قصير بزاف بزاف بزاف. هنايا غادي درت هنايا شويه ديال الدقيق الابيض من نوع تي 65 نوع 65، فيه حتى هو شويه ديال النخاله مع دقيق القمح الكامل اللي كنديرو بلا ما كنغربلو، كنخليه بالنخاله ديالو. هنا درت غير شويه تاع الخماره. غادي نعجن شويه الخبز ديالي. بلاتي غادي ندير حريره غادي نشاركها معكم، وغادي ندير شي شيوات باش نفطروا عشيه ان شاء الله باذن الله. بقاو معايا وتابعوا معايا لا جورني كي غادي تفوت. والبنات هما بعد ما عجنتهم درتهم خبيزات صغيورين. هادو درت فيهم هنا شويه زريعه الكتان، غادي نخليهم يخمروا، غادي نزيد عليهم واحد الكويشه من الفوق. وهنا درت خبزه كبيره درت لها بحال هكا، غادي نخليهم نعطيهم الوقت لحقاش انا ما كنكثرش الخميره في الخبز، وغادي كنطيب ونوريكم كي جاو. دركا غادي نفوت نقدر الحريره ان شاء الله. وهنايا غادي ندير واحد الحريره اللي كنديرها عندي في الدار هنا، سميتها الحريره السريعه. كناخذ مطيشه حيت غادي ندير واحد الكميه غير قليله، ما غاديش ندير كاع كوكوط كيما مولفه كنديرها. المهم هنا غادي ندير 3 تاع مطيشات خديتهم متوسطين مع واحد البصيله صغيره مع الكرافس. غادي نشدهم غادي نطحنهم في الخلاط الكهربائي. غادي نديرهم هنا كي نطحنهم ابخي. عاد غادي نزيد الحمص والعدس، وغادي ندير العطريه ديال الحريره اللي هي القزبر اليابس، الخرقوم، الزنجبيل، شويه القرفه وشويه ديال البزر الكحل ما كنبغيهاش حاره، والكرويه حتى التالي عاد كنضيفها. مهم اول حاجه هي غادي ندير مطيشه البصله والكرافس، غادي نطحنهم في الخلاط الكهربائي ونوريكم كي غادي بلاتي من توجد كي غادي تجيني. بالنسبه لهنايا البصله مطيشه والكرافس درتهم في الخلاط الكهربائي. بالنسبه للقزبر ومطيشه كونسونطري كنديرها حتى التالي ملي كنبغي ندير الدقيق الابيض عاد كنديرها. المهم هذه حريره غير كنطحن فيها. باغ كونط القزبر والمعدنوس غادي نقطعهم بالموس باش تجي في الحريره ما يجيش بكلشي مطحون. بون غادي نبداو على بركه الله. بون هنايا كي طحناهم غادي نقومهم. غادي ندير العدس والحمص في الكوكوط ديالي. غادي ندير العدس والحمص وغادي ندير العطريه والتالي حتى كيطيب لي. درك انا هذه غادي نطيب في الاول غير هاد المقادير حتى غادي توصل ديك 15 ولا يقرب المغرب. عاد غادي ندير الدقيق الابيض والقزبر والمعدنوس معاهم وشويه تاع الكرويه. والبنات هنايا راني طيبت الخبز ديالي. ها هما الخبز ديالي كي جا، هادو الصغيورين درتهم هنا بشويه زريعه الكتان كما وريتكم. وهذه خبيزه هنا كبيره درتها جات رطبه جات فنه ديال القمح. كيجي روعه هذا الخبز هذا. الخماره نصيحه غادي نقولها لكم، ما تكثروش الخميره، ديروه شويه واخا الحال بارد. حاولي تسخني الفران وتطفيه وديري داك الخبز تما باش يخمر لك، وغطيه مزيان وعطيه وقته ديال الخماره. هانتوما شوفوا ها هو كي جاني. هنا راني طيبت الخبز ديالي. هنا درت معاه شويه تاع الملوي، درت هنايا شويه ديال الملوي شويه تاع المسمن. درت غير حاجه قليله الفطور ديالنا ديال اليوم نتاع الخميس. هنايا راني درت القزبر قطعت القزبر ودرت هنا شويه ديال لاصوص طوماط مع الكرويه. هنايا كنخليهم هنا لحقاش راه طابت لي لاصوص ديال الحمص والعدس اللي كنت درت في الاول. هذه ان صوص طوماط درتها اكوتي ونسيتها من نحتاجها. هنا درت شويه ديال الدقيق طحنتو شويه داك الخلاط الكهربائي وغادي نخليهم حتى توتالور من يقرب المغرب يودن. وغادي نطيب الحريره ديالي وجيسبر كو خبيزاتي يعجبوكم ومسمناتي ومبلوياتي. وبلاتي نوريكم الحريره ديالي كي جات. هذا هو الفطوري ديال هذا النهار، وشكرا لكم وتحيه لكم كبيره. مي غادي نولي ندير لكم اون فيديو باش تشوفوا الطبله ديالي كي غادي نحطها. ها هي البنات الحريره ديالي كطيب، هي راني دورتها. هنايا راني دايره شويه تاع لي شامبينيون مع شويه الثوم وشويه الزيت. راني مازال ما قومتهاش، تيقرب المغرب ان شاء الله باش ندير واحد لومليت نتاع لي شامبينيون. والمغرب راه قريب ان شاء الله، بقات لنا واحد قولي 45 دقيقه باذن الله. وهنا البنات ولا بد ما خصنا نديرو شي عصير في الفطور. خديت لي الاناناس قطعتها، درت هنا واحد المرصوص صغير ديال الجانجومبر، وهنا السيترون.
هذا هو السيترونه. خديت غير سيترونه وحده قطعتها، حيدت لها دوك العظيمات من الداخل. وهنا اناناسه كامله وحده كامله خديتها قشرتها قطعتها مرصويات، وغادي نطحنها مع الماء. والسكر حسب الذوق. انا ما كنديرش السكر، اللي بغات دير السكر الخشن سنيده ولا اللي بغات ديرو. انا كنبغيها كتعجبني الحلاوه تاع الاناناس، لان الاناناس كتكون حلوه في غالب الاوقات. المهم غادي نطحنهم وغادي تشوفوا كيجي واحد العصير اللي هو غني بالفيتامين سي وزوين زوين، وفي عنده واحد الفوائد كثيره. انا كيعجبني هذا العصير، اولا العصير ديال الكاكي والورانج والكركما. هاد تنشاركو معكم المره الجايه ان شاء الله. كنخلط دائما 3 تاع المكونات اللي كيكون عندهم نفس الفوائد، بحال الكركما والاورانج والكاكي عندهم نفس لا كولور. كيجي واحد العصير اورانج لا كولور ديالو اورانج، كاين هذا كيجي لا كولور ديالو جون، باسكو هذا شتو هذا راه صفر، هذا صفرا والسيترون صفر. راني ديجا كنت شاركته معكم. المهم غير بغيت نقول لكم زعما كندير هذا العصير عندي هنايا مع الفطور وصاي. واخيرا البنات بقات 5 دقائق وغادي يبدا عندنا المغرب، كيودن مع 5 قل 10 تقريبا. وهذا هو فطورنا. هي حريرتي كي جات كنديرها بلا لحم كتجي زوينه. انا درت مع واحد لومليت نتاع لي شامبينيون والبصله الخضاريه كتعجبنا في الفطور. هذا كنت جبتو معايا من وجده مع الملوي اللي كنت صاوبتو تاع الدقيق القمح الكامل. وهنا خبيزاتنا. هنا داك الفول، زبده الفول السوداني كتعجبني مع الملوي هي والعسل. وهنا داك لو جو اللي درت ديال السيترون والاناناس والكركما. وهنا شويه الشريحه رافقته مع شويه الشريحه، شويه سلو، وهنا شويه ديال التمر، شويه قرقاع. وهذا هو فطورنا. وشكرا لكم، والله يقبل لينا والله يقبل الجميع اللي راهم صايمين في هذا النهار. وشكرا وتحيه لكم كبيره المتتبعات.